هقول لكم النهارده على اهم التسريبات اللي ظهرت امبارح من الحلقه الاخيره من الموسم الثاني. امبارح اللي ظهر حبه تسريبات كده وصور ومقاطع فيديو وهكذا من الحلقه الاخيره. هحاول النهارده اقول لكم، بس طبعا الحلقه دي اي حد مش عايز ان يتحرق عليه اي حدث مسلسل ما يتفرجش عليها، علشان هتبقى بحريه حرق كامله للحلقه اللي جايه اللي هي الحلقه الاخيره من الموسم الثاني. اول حاجه بنشوف ان رانيرا بتروح لهارين هول لديمون علشان يعني تجيبه للمعركه، وعلشان هي عايزه تبدا المعركه وعايزه تخش في المعركه وهكذا، بالذات ان هي دلوقتي عندها الافضليه. فبتروح وبيحصل مواجهه ما بينهم وبيحصل كلام وزي مشاده في الكلام كده شويه في الاول ما بينهم، وبعد كده ديمون بيرجع لها او بيقول لها يعني ان هي خلاص الملكه بتاعته وان هو مش هيخونها او مش هيعمل اي حاجه بالطريقه دي. وبنشوف ان ديمون جمع جيش كبير جدا من البلاك كودز والبراكن وهكذا. وبنشوف ان برضو الجيش ده هيبقى كله تحت تحت اداره رانيرا. وانا دلوقتي بعرض لكم يعني صور توضح لكم الكلام ده. ومشهد تاني بنشوف فيه ان ايموند بيروح لهيلينا اللي هي اخته علشان تروح معاه هارين هول تحارب ديمون. يعني دي خطه ايموند، ان هو يروح هارين هول ويحارب ديمون عشان هو في اعتقاده ان ديمون ده اكبر قوه عند رانيرا وهكذا. وبنعرف ان بنسبه 100% خلاص هيلينا عندها قوه سحريه، وبتقول له طيب انا لو ما وافقتش هتعمل فيا ايه؟ فبتقول له هتقتلني زي او هتبخ نار فيا يعني زي ما عملت في ايجون. بيقول لها انا ما عملتش كده، فبتقول له انا شفت ده. معنى كده ان غالبا كده هيلينا عندها قوه سحريه بتشوف الحاجات او هكذا، زي مثلا في جيم اوف ثرونز اللي هو الشخص المهم يعني عشان مش فاكر اسمه. بس فبتحرق علينا مسلسل، ودي حرق تام يعني المواسم اللي جايه كمان، مش الحلقه دي بس. ان بتقول له ان انت هتموت وفي عينك سيف، تمام؟ يعني بتقول له انت هتتقتل وفي عينك سيف. وطبعا احنا عارفين من الروايه ان ديمون هو اللي هيقتله وفي عينه سيف. وبنشوف مشهد تاني ان الباسترز اللي هم ركبوا التنانين او بقوا ركاب تنانين بقوا معاها في القصر، وهي بتاكلهم يعني او بتعمل لهم عشوه لذيذه كده وبتحطهم معاها في المجلس، بتقول لهم انتوا بقيتوا في المجلس وهكذا. وبتقول ان هي عايزه تروح تحارب وهي معاها الافضليه، تروح بتاع ده هناك يعني وتحارب، بالذات ان هي دلوقتي معاها 3 تنانين ومعاها ديمون زي ما قلت هو راجع معاها على القصر. بس. وبنشوف مشهد تاني ان أليسنت بتروح لرانيرا وبتحاول تخلص الحرب او تقول لها انا هقف معاكي بس تجيني انا وهيلينا نبقى عندك او هكذا. بس طبعا رانيرا مش بتوافق، عشان زي ما احنا فاكرين حصل معاها نفس الموقف الحلقه يعني من الحلقات. وأليسنت ما وافقتش ان هي تعمل ده، او ما وافقتش ان هي تخلص الحرب او ان هي تقف في صفها. فطبعا دي مش بتوافق. ومشهد كمان بقى ان البنت اللي في هارين هول اللي هي شكلها مريب شويه مع ديمون وهكذا، خلت ديمون يحط ايده على الشجره اللي هي اللي في هارين هول اللي هي معروفه قوي، مش فاكر اسمها ايه يعني. المهم بيشوف حاجات غريبه قوي، تقريبا ان ديمون هو النايت كينج او هيتحول لنايت كينج بعد ما يموت، انا مش متاكد من ده. وبنشوف ايميليا كلارك اللي هي ماذر اوف ذا دراجونز، وبنشوف مشاهد كتير من جيم اوف ثرونز وبتكون مشهد جامد قوي بصراحه. اخر مشهد بقى بنشوف ان اوتو هيدور في السجن مسجون بطريقه او اخرى، انا مش متاكد بصراحه ازاي. الجانب ده ما اتقالش او ما اتذكرش في ولا موسم، بس هيبان في الحلقه الثامنه. وان في حرب كبيره جدا هتحصل، وما اعتقدش انا ما شفتش الحلقه كامله، فما شفتش الحرب دي هتكون في الاول ولا في الاخر، تمام؟ بس الحلقه دي اعتقد ان هي هتكون تمهيد للموسم اللي جاي وتمهيد للحرب، يعني الحرب الحقيقيه هتكون في الموسم الثالث. ما اظنش ان هيحصل حرب في الموسم ده. وبنشوف كل التنانين وهي بتطير، بنشوف التنين بتاع ادم والتنين بتاع كله اللي هو فيرمسور وكله يعني. بس فزي ما قلت التسريبات دي تسريبات متقاطفه، يعني مش الحلقه كامله اتسربت، دي تسريبات ومشاهد. وانا عرضت لكم في الفيديو ده حبه مشاهد من التسريبات اللي اتعملت، وبالمناسبه التسريبات دي اتمسحت اصلا. فيا ريت لو انت الحلقه عجباك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتتابعني عشان انزل حاجات كتير قوي على مسلسل الحلقه اللي جايه وتسريبات وملخصات وحاجات كتير بالطريقه دي. فيا ريت تتابعني، وسلام.